السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعتي الغاليات في كل مكان؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله جاية لكم بفيديو جديد، وجاية لكم بوصفة وصفة جديدة جدا وحلوة، وهي وصفة القرص بالعجوة. النهاردة احنا هنعملها بطريقة حلوة جدا ومميزة. بصوا طالعة معانا هشة جدا وطرية وطعمها في منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ الله على الحلاوة. الوصفة بتاعتنا النهاردة جربوها، صدقوني هتعجبكم جدا وهتعتمدوها ان شاء الله. مكوناتنا بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. يلا بينا على المقادير ونشوف مكوناتنا ايه مع بعض. اول حاجة عندنا كيلو دقيق، هننزل عليه بمعلقتين كبار من السكر، وكمان هنحط عليه رشة من الملح، وهنحط كمان كيس من الخميرة، باكو خميرة فورية، وهحط 3 نقط من الفانيليا. انا الفانيليا بتاعتي مركزة. لو الفانيليا بتاعتك خفيفة ممكن تحطي معلقة صغيرة، هتفرق جدا في طعم وريحة القرص. وديت ايه، معلقة صغيرة او معلقة كبيرة من الخميرة او باكو خميرة فورية. وهخلط المكونات بتاعتي كده مع بعض كويس. كده انا خلطت المكونات الجافة مع بعض. دلوقتي بقى عندي كوباية من سمنة على زبدة. انا هنا خلطة سمنة عادية على سمنة بلدي. تقدري تحطي نص سمنة على نص زيت، تقدري تعمليها كلها بالزيت، تقدري تعمليها كلها بالسمنة، مفيش اي مشكلة. هبدأ بقى ان انا اخلط المكونات بتاعتي مع بعض لحد ما الدقيق يبقى عندي عامل زي حبيبات الرمل كده. انا عماله اهوت الف الدقيق كويس لحد ما يختلط كويس جدا مع بعض. اهو شكله بدأ يبقى زي حبيبات الرمل. انا كده خلصت ان انا اشرب الدقيق والمكونات الجافة كلها بالسمنة بتاعتنا. دلوقتي بقى هنعجن باللبن دوت. لبن انا روبته. هنروب اللبن ازاي؟ هنا انا عندي نص كيلو من اللبن، حطيت عليه معلقة كبيرة من الخل، وهبدأ ان انا اعجن بيه واحط على العجين لحد ما العجين بتاعي ياخد كفايته من المادة السائلة. طبعا اللبن بتاعي انا مدفياه على النار. اقدر لحد يعني اعرف ازاي ان هو كده السخونية بتاعته مظبوطة، ان انا احط ايدي فيها، احط صباعي عقلة صباعي فيها ما تلسعنيش، احس ان هي دافية زي الدموع بالظبط. تمام. دي كده درجة السخونية او درجة الدفيان المظبوطة للمية او اللبن الرايب للمخبوزات بتاعتنا. ما ينفعش ان هي تكون سخنة قوي علشان ما تموتش الخميرة بتاعتنا. تمام. هنا انا بعجن وبخلط بقى المكونات كويس. هفضل ازود في المادة السائلة لحد ما العجينة بتاعتي توصل للقوام اللي انا عايزاه، ان هي تبقى طرية مش بتلزق. يعني انا مش عايزاها طريه لدرجه ان هي بتلزق، لا، اول ما الاقيها ان هي خلاص كده مش بتلزق وفي نفس الوقت طريه، هبتدي ان انا آه، اوقف ان انا ازود الماده السائله بتاعتي، ويبقى كده العجينه بتاعتي وصلت للقوام المطلوب. تمام. اهم حاجه يا جماعه في العجاين وفي الفطاير والقرص، العجن الكويس. لازم ان احنا نعجنها ونديها كفايتها من العجن. تمام. انا هفضل اعجن فيها كده حوالي ربع ساعة لحد اما العجينة احس ان هي خلاص يعني بقت كويسة ومندمجة مع بعضها كويس. تمام. على ما اخلص عجن نقول مكوناتنا تاني. عندي كيلو من الدقيق منخول. تمام. هنحط عليه معلقتين كبار من السكر، رشة ملح، 3 نقط من الفانيليا او كيس فانيليا، وكمان هنحط كيس من الخميرة، كوباية سمنة او كوباية سمنة على زيت او كوباية زيت بس او كوباية سمنة على زبدة، اي حاجة عندنا مش هتقول لا. تمام. هنبدأ ان احنا نخلط السمنة مع الدقيق لحد ما يبقى عامل زي حبيبات الرمل. وبعد كده هبدأ ان انا آه
احط المادة السائلة بتاعتي اللي هي لبن او مية او لبن رايب، بس اللبن رايب بيخليها طرية جدا وحلوة قوي. وقلت لكم ان احنا علشان نروب اللبن هنجيب نص كيلو من اللبن عليه معلقة كبيرة من الخميرة. تمام. وعجننا لحد ما العجينة وصلت للقوام اللي احنا شفناه مع بعض، ان هي طرية جدا ومش بتلزق. حلو حلو. نبدأ بقى ندخل على العجوة اللي انا هحشي بيها العجينة بتاعتي انا هسيبها تخمر من نص ساعة لساعة في الحر اللي احنا فيه، على حسب درجة حرارة المطبخ. انا هسيبها تخمر، لو المطبخ سخن نص ساعة وهتبقى خمرت، لو المطبخ بارد هتاخد ساعة، هتاخد حوالي ساعة على ما تخمر. تمام. هنا بقى انا عندي العجوة ده ربع كيلو من العجوة، هنحط عليه معلقة من السمنة. طبعا انا هزود كمان ربع كيلو، يعني كل ربع كيلو من العجوة ياخد معلقة من السمنة. كيلو دقيق اخد معايا نص كيلو من العجوة، عليهم معلقتين من السمنة او معلقتين من السمنة البلدي. تمام. وهبدأ ان انا اخد العجوة في ايدي واعجنها الاول كويس لحد ما توصل معايا لدرجة النعومة اللي احنا شايفينها في الطبق دي. وبعدين هبدأ اكورها على قد ما احنا بنحب، كل واحدة وعلى حسب هي بتحب العجوة في القرصة كتير ولا قليلة. انا هنا بكور العجوة بتاعتي بالشكل ده. انا بصراحة وزنت الكمية العجوة اللي هتدخل جوه القرصة، عملت كل كورة حوالي 20 جرام. ده كان حجم مناسب لقرصة كبيرة شوية مش صغيرة. بالشكل ده بنمسكها في ايدينا نعجنها كويس ونبتدي ان احنا نكورها ونجمعها كده في طبق، تبقى جاهزة لحد الخميرة لحد العجينة لما تخمر معانا، ونبدأ ان احنا نشكلها. ودي الكمية بتاعتي، دي نص كيلو من العجوة، عليهم معلقتين من السمنة البلدي اهو. دي كده حجم الكورة، حابة ان انتي تكبري عن كده تصغري عن كده، دي حاجة ترجع لذوقكم. هنا كان العجينة بتاعتي خلاص اختمرت، هبدأ ان انا اخرج الهواء منها اهو كده. هبدأ ان انا اخرج الهواء منها و نشكلها سوا مع بعض. بصوا يا جماعة، بصوا العجينة طرية جدا معانا ازاي. بصوا في منتهى الجمال، ناعمة وطرية وحلوة قوي. هبدأ ان انا اخد قطعة من العجين وهفرده على ايدي كده بالشكل ده. طبعا بالمقاس والحجم اللي احنا عايزينه، انا حسيتها كبيرة شوية فصغرتها. انا عايزة القرصة تبقى متوسطة، ولا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي اهو. ودي العجوة بتاعتنا برضو بنفردها شوية كده وكده. بقى عندي قطعة من العجين، هحط عليها قطعة من العجوة وهقفل. بصوا يا جماعة طريقة التقفيل من الجنب كده اهو، بنقفل كده على الجنب لحد ما كل الجناب تمسك في بعضها اهو بالشكل ده. وهنكورها في ايدينا كده بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نبططها كده، ونقدر ان احنا نحط الكورة دي في الصينية ونبططها في الصينية. انا هكمل الكمية بتاعتي بصراحة ان انا هحطها في الصينية وبططها في الصينية علشان ابقى متمكنة منها اكتر. حسيت ان انا متمكنة منها كده اكتر من ان انا افردها على ايدي، بس هنا انا بوريكم بس الطريقة اهو. دي شكل القرصة، جميلة جدا والريحة خطيرة. هعمل معاكم كمان واحدة اهو. نفرد العجوة بتاعتنا كده. طبعا معلقة السمنة البلدي اللي احنا بنحطها على العجوة بتديها تطعيمة رهيبة. يعني حتى لو انتي عجنة بسمنة بس، الخطوة دي حاولي ان انتي توفريها، ان انتي لو عندك معلقتين زبدة سيحيهم واخلطيهم على العجوة، بتفرق جدا جدا في الطعم. طبعا لو مش متوفر
خلاص يعني اهم حاجة ان احنا المكونات اللي بنشتغل بيها تبقى بس جودتها كويسة، هتاخدي منها احلى طعم واحلى ريحة واحلى شكل. يعني صدقيني اي حد هيدوقها هيحلف جمالها اكيد. دي كده اهي. انا حبيت بقى ان انا اسرع معاكم المقطع ده علشان ما اطولش عليكم. انا بوريكم الفكرة اهو. نفرد العجوة كده وناخد قطعة من العجين على قد القرصة اللي احنا حابينها كبيرة او صغيرة بناء على احنا بنحب ايه. هناخد قطعة العجين وهنقفل كده على الجنب لحد اما كله يمسك في بعض بالشكل ده. هقفلها كويس عشان ما تفتحش معايا في الفرن. شفتوا كانت لازقة في بعضها ازاي؟ جميلة جدا العجينة طبعا لما تتعجن صح وتخمر صح هتريح جدا في الشغل. دي كده الكمية اللي طلعها معايا الكيلو الدقيق. كمية حلوة جدا جدا جدا. طبعا الاسعار دلوقتي في الافران بقت يعني حاجة يعني الله اللطيف. فطبعا احنا عندنا هنا في البيت حتى لو مش هيبقى فيه توفير بس هيبقى فيه نظافة وفيه جودة، وشايفين المكونات اللي احنا عاملين بيها عاملة ازاي. فطبعا انا بشجع اي واحدة ان هي تعمل حاجتها في البيت بايديها ضمن النظافة، وشايفة الحاجة بتتعمل ازاي وعارفة ولادها بياكلوا ايه. حتى لو نص كيلو بس من الدقيق، بس حاجة انا عاملاها بايدي ونضيفة وطعمها مستحيل يبقى زي الفرن ما بيعملوا، لان طبعا احنا هنخدم الحاجة بايدينا اكتر من الافران طبعا. اهو طبعا انا حبيت اعمل لها الشكل دوت كده علشان يبقى الشكل المتعارف عليه اللي احنا بنشوفه بيعجبنا جدا في الافران. ان انا اعمل لها خطين بسكينة حامية او اي سكينة او موس او قطر، اي حاجة تكون مخصصة للمطبخ طبعا. اعمل بس فيها الشكلين دول. طبعا هي السكينة بتاعتي كانت يعني بعافية شوية، مش حامية قوي يعني، فما كانتش بتقطع معايا العجين من اول مرة، بس مش مشكلة عادي اهو. بس طبعا لو السكينة حامية هتقطعها معاكي باسهل من كده بكتير. ودي شكل الصينية بتاعتي. انا كده بقى وديتهم الفرن. طبعا القرص بتحب تدخل على درجة حرارة عالية. انا على ما قطعت على ما عملت فيها الصورة دي طبعا انا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200 من تحت بس. وبعد كده دخلتها الفرن. كل صينية بتقعد في الفرن تلت ساعة. ربع ساعة مولعة من تحت، والخمس دقايق الاخرانيين مولعة من تحت ومن فوق. يعني انا هحط الصينية في الفرن والع على درجة حرارة 200 سخن جدا، علشان يا جماعة المخبوزات او المعجنات ما بتحبش تطول في الفرن، لو طولت هتنشف. فطبعا انا سخنت الفرن بتاعي كويس جدا وكنت مولعاه من تحت بس على اعلى درجة حرارة 200. بعد كده دخلت الصينية بتاعتي في الرف اللي تحت لحد ربع ساعة، لحد ما لقيت الارضية بتاعتها لونها بقى كده مناسب تمام. رحت رفعاها اخر 5 دقايق في التلت ساعة. ولعت عليها الشواية ورفعتها لفوق، وكمان لما خرجت دهنتها بمعلقة من السمنة البلدي وغطيتها بفوطة. تقدري تدهنيها بسمنة عادي جدا علشان ناخد اللمعة الجميلة اللي في القرصة. شايفين شكل القرصة عاملة ازاي؟ بجد مش قادرة اوصف لكم جمالها، وتحفة تحفة تحفة حلوة قوي قوي قوي. يعني بصراحة حلوة قوي، يعني انا مش قادرة اوصف. انا عايزاكم انتوا تجربوها وتيجوا تقولوا لي رأيكم فيها في التعليقات. اهم حاجة نعجن كويس ونسيبها تخمر كويس، وبعد ما تخمر ونشكلها هنسيبها كمان نص ساعة او يعني نسيبها تخمر كمان نص ساعة وهي متشكلة وفي الصاج تمام. وبعد كده هنجيبها نعمل فيها الشكل ده، او لو مش عايزين تعملوا الشكل ده براحتكم خالص. وهنسويها على درجة حرارة 200. نفتح الفرن من تحت بس، واخر 5 دقايق في التلت ساعة هنفتح الشواية لحد ما تاخد اللون اللي احنا بنحبه، ونخرجها ونغطيها بفوطة ونسيبها على جنب علشان تفضل طرية. وبكده يبقى الفيديو بتاعي خلص.
اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم حلو حادق مع خديجة، ومع الف مليون سلامة. السلام عليكم.